أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyokromo, Palembang. Hari ini hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, atau bersama dengan tanggal 14 Mei tahun 2024 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI. Dan imam sholat maghrib kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq SAG Al-Hafiz. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu ba'da solat maghrib untuk menambah wawasan keagamaan kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal, yang akan membahas kitab Sirah Muhammad Al-Insanul Kamil.
Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilenkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat solatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badar Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ونتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نسألك العفو والعافية عافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير من فجاءة شر اللهم مغفر من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا. Untuk kita mengerjakan amalan ibadah yang dalam amalan ibadah itu selain ketika kita mengerjakannya itu mendapatkan pahala dari Allah, maka ada amalan-amalan yang juga bisa perolehkan ketika kita mengerjakan amalan tersebut. Makanya Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera wasari'u bercepat-cepat ila maghfiratin untuk meraih ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk itu meraih asbabul maghfirah, hal-hal yang mana hal itu kalau kita kerja ngatur sedemikian rupa untuk rumah. Jadi Rasulullah masalah arsitek bangunan paham, bahkan dikatakan kemarin di kitab ini bahwasanya rumahnya Utsman itu Rasulullah yang mendesain. Sayyidina Utsman ini ketika bangun rumah yang desainnya yang Madala Jibril senantiasa malaikat Jibril dari Nabi terkait masalah tengah. Maka kita kehidupan bertetangga harus akor-akor, harus saling pengertian, saling menghargai sama. Ya kan tadi kita jago dari segi
adab, etika, ya kita ngomong dulu izin, pamitan, meskipun tanpa izin juga boleh, tidak berdosa gitu. Kenapa? Memang hak kita nebangi apa membersihkan